السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. جيتكم اليوم بإن نوفيل فيديو بوصفه جديده واللي هي وصفه البريوش. شوفوا لي كيفاش جا. في الوصفه هذه راح نديرو 700 غرام فرينه، واللي ما عندهاش الميزان انا هنا كنت درت بالميزان. اللي ما عندهاش الميزان تقدر تستعمل هذا الكاس، كاس ام وليد. انا درت منه 5 كيسان ونص تجينا 700 غرام فرينه. واللي الكاس كيفاه مداير هذا هو اللي قص به 5 كيسان ونص. ندير الفرينه معها مغرف كبيره نتاع خميره، زيدي لها 3 مغارف ولا 4 مغارف تاع السكر، مغرف كبيره نتاع الملح. من بعد نخلط المكونات الجافه كامل مع بعضهم. بعد ندير حفره في الوسط ندير فيها بياض بيضه وزوج بيضات كاملين وكاس ونص تاع حليب. نخلط المكونات مع بعضها مليح ومن بعد نعجنهم في العجانة، واللي ما عندهاش العجانة تقدر تعجن بيديها. مع الاول كنت ما درتش كاس ونص كاملين، هنا زدت كملت هذاك النص شوي اللي بقالي منه. عندي هنا ثاني 80 غرام تاع زبدة ولا مارغرين، تقدروا تقولوا 3 مغارف كاملين. نخلي العجينة تاعي تخمر حوالي 20 دقيقة ولا نص ساعة على حسب الجو اللي عندكم. بعد ما خمرت نفسحها شوية على شكل مربع. من بعد هذاك المربع نقسمه على 3 شرائح، وكل شريحة من هذوك الشرائح نقسمها على 5 دوائر كيما راهو يبان لكم هنا في الفيديو. شوفوا مليح طريقة التقطيع، يعني هنا جاونا 15 كورية. وباهي يجينا البريوش نتاعنا خفيف، لازم نبقوا كل دويرة من هذوك الدويرات نخبطوا فيهم كيما راكم تشوفوا في الفيديو. تابعوا الشرح مليح برك. شوفوا كيف راني نخبط في العجينة ونعاود نشكل فيها. الشي مع باقي الكويرات هكا حتى نكملهم كامل. الطريقة هذه اللي راني نخبط بها العجينة هي اللي راح تخلي البريوش تاعنا يجي خفيف وهشيش. شوفوا كيفاه. هنا بعد ما كملتهم كامل نجيب كل واحدة منهم. شوفوا كيفاه راني نقرصها كيما هكا ونحطها على المول. بعد ما كنت دهنته بالزبدة ولا الزيت، انا هنا دهنته بالزبدة والفرينة، واللي ما عندهاش تقدر تستعمل تاني الزيت برك باه ما يلصقش معانا البريوش في المول. عملهم كامل بنفس الطريقة. انا هنا بقولي غير 4 منهم. شوفوا بقولي غير 4 درتهم في مول واحد اخر صغير، ونخليهم يخمروا حوالي ربع ساعة، من ربع ساعة ل20 دقيقة على حساب. نجيب صفار هذيك البيضة الاولى اللي كنا استعملنا البيض نتاعها برك، نجيب الصفار دركا ونخلطه مع شوية نتاع الرب باه يجينا هذاك البريوش احمر من فوق. واللي ما عندهاش الرب تقدر تستخدم القهوة ولا الحليب ولا حتى الصفار وحده. زينه من الفوق. انا هنا كنت استعملت شوية تاع جلجلانية والسينوج. هذوك اللي كانوا فضلوا لي 4 من العجينة كنت استعملتهم في هذا الصحن الصغير. بعد ما كنا سخنا الفرن نتاعنا نروحوا نديروه يطيب حوالي ربع ساعة من تحت حتى يتحمر معانا، نزيدو نحمروه من فوق. وشوفوا كيفاه جا. شهيتكم في الجنة البنات. نتمنى انكم تجربوه وتقولوا لي ارائكم في التعليقات. وباي باي. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وباي باي.